اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتايه مقاس 30 في 40، بس هنعملها طبعا زي ما انتم شايفين بلون مختلف. هنسمي الله ونبدا. معايا 3 بيضات من التلاجة، عليهم معلقه من المحسن، عليها 100 جرام من السكر لكوبايه الا ربع. طبعا بضربهم كويس لغايه ما قوامهم يبقى كريمي، وهبتدي انزل هنخل الدقيق بتاعي والنشا والبيكنج باودر. اول حاجه معايا 10 جرام من البيكنج باودر، عليهم 50 جرام من النشا، وبقيه بقيه المكونات هتبقى دقيق لغايه ما اوصل ل 270 جرام على الميزان. يعني تقريبا بحط 200 جرام دقيق او 210. طبعا بنخلهم كويس، وببتدي بقى لما القوام عندي يبقى كريمي كده بنزل بكوبايه من الميه المتلجه. بس طبعا بنزل على مراحل لغايه ما اخلص كميه الميه. ببتدي بقى اوطي العجان وانزل بالدقيق معلقه معلقه. بشغل الفرن عندي على درجه حراره 200 فوق وتحت. بحط طبعا الصاج بتاعي في الرف اللي في النص، وطبعا بشغل الفرن قبلها. يعني وانا ببتدي احط الدقيق كده بشغل الفرن تسخن قبلها. بخلص الكميه كلها، وطبعا ببتدي اديهم ضربه كده علشان لو في بواقي دقيق او حاجه ما يعمليش تكتلات كده ويعمل لي اخرام كده في الاسبونج. طبعا الاسبونج لو لو في اخرام كتيره بيبقى راجع من ان هو لا اما ما تقلبش كويس، يا اما المحسن بتاعك في حاجه مركون عامل ابيض كده، لان هو بيبقى شفاف. فلو في زي لون ابيض كده ده بيبقى اكسباير، والمفروض ان انت ما تشتغليش بيه علشان هيبوظ لك الاسبونج بتاعك. بخلص الكميه بتاعتي كلها وبحطها في الصاج كده. طبعا بحط ورق خبز من تحت، او ورق حواوشي، او يعني ورق زبده المتاح يعني. وبفرده كده وبدخله الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 200. وابتدي اشتغل في الصاج اللي بعده. انا هعمل 3 صاجان، واحد فانيليا والتاني ده هعمله نص ونص، يعني نص فانيليا ونص شوكولاته، بنفس المكونات ونفس الطريقه ونفس المقادير بالظبط. بس الاختلاف هوريهولكوا دلوقتي ان احنا لما بنخلص الكميه بتاعه الدقيق كلها ببتدي اقسم المقدار بتاعي نصين. طبعا هديله ضربه كده برضو علشان لو في اي تكتلات او في اي دقيق مش يعني العجان ما وصلوش، ما يعمليش تكتلات كده ويضايقني ويعمل لي خرام في الاسبونج. وهبتدي اقسم الخليط بتاعي نصين. طبعا ده نص اللي هو الفانيليا، والباقي ده هحط عليه شويه كاكاو كده، وهبتدي اديله ضربه كده بالسباتولا بتاعتي، وهعمل الصاج ده نص ونص. طبعا انا محتاجه 3 طبقات من الشوكولاته و3 طبقات من الفانيليا. فانا علشان طبعا الصاج عندي هيطلع لي طبقتين، هقسمه نصين هيطلع لي طبقتين بس، والصاج اللي هو الشوكولاته برضو هيطلع لي طبقتين. فكده هيبقى عندي محتاجه طبقه من الشوكولاته وطبقه من الفانيليا، فعملت الصاج ده نص ونص. يعني كده فاهمين معايا؟ يعني انا عملت طبق صاج فانيليا قسمته نصين، وعملت صاج شوكولاته قسمته نصين، ده تالت صاج هنعمله برضو بنفس المقادير ونفس الخطوات ونفس كل حاجه. ده كده الصاج الاولاني بوريهولكوا كده لما طلع. وطبعا سبته 10 دقايق كده يتهوى. وقلبته طبعا على برضو على ورق خبز علشان ما يلزقش معايا في الرخام بتاعتي. وده كده اللي هو الصاج التالت اللي انا بقول لكم عليه اللي انا هعمله شوكولاته. ده كده الثلاث سجان بتوعي اللي انا هعمل بيهم التورتايه اللي هي 30 في 40. طبعا الصاج ده بيبقى 32 في 42، يعني هو مقاسه اصلا اكبر 2 سنتي من كل جنب. فطبعا لما بنيجي احنا نجيب البورد بتاعتنا فهو بيبقى كده، يعني الصاج هيبقى اكبر من البورد. فانا طبعا بشيل الجناب، بحاول اشوف ايه الجناب اللي ممكن تبقى مش مظبوطه او يعني ناشفه شويه او فيها اي مشكله، وببتدي اشيلها كده بالراحه واخد المقاس بتاعي بالظبط وايه واقيس. انا كده عملت الصاج التالت اللي هو الشوكولاته، وبرده هدخله يتخبز على نفس درجه الحراره اللي هي 200. طبعا بفرد كده معايا عشان ما يعملش اي تكتلات. وطبعا لازم نخلي بالنا ان الجناب كلها تبقى سوا واحد علشان ما يضايقنيش. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو. بس انا بشيل الزيادات من الجنب ده ومن الجنب ده. وطبعا قسمت الصاج ده اول صاج بقى اللي هو نص ونص، انا شلت منه الزيادات وحطيته زي ما هو كده علشان يديني اول طبقه من الشوكولاته، اول طبقه من الكريم. حطيت الطبقتين التانيين اللي هم الابيض، بحط طبعا سقيت وبحط بين الطبقات طبعا كريمه. وهبتدي اعمل الناحيه التانية برضو، دي تاني طبقه كده من السبونج الشوكولاته. وحطيت برضو كريم شانتيه شوكولاته عليه كاكاو. وابتدي احط الطبقه التالتة
زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا جلسنا مع بعض كذا تورتايه بنفس الطريقه ونفس الخطوات. هنبتدي طبعا نظبط كده الجناب لو في اي زيادات او في اي حاجه، وهبتدي ازود بقى من الكريمه كده من على الجناب علشان املى الاماكن اللي ممكن يكون موصلهاش عندي كريمه قبل التجليس يعني الاخير اهو زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بزود من الجناب برضو في الابيض بس. وطبعا بفرد عشان كله يبقى ارتفاع واحد وسوا واحد كده، ما يبقاش فيه مكان يعني فيه زيادة. وده بشيل كده بالسكرابر. طبعا بشتغل في الابيض الاول وبعد كده بشتغل في الغامق عشان ماخدش من هنا لهنا يعني. وبعد كده كده هغطي طبقة تالتة اللي هي الطبقة اللي هي بتاعة اللون. طبعا جبت بقى اللي هو الكريمة البيضة وابتديت. انا عملت يعني هي التورتيه دي خدت مني قد ايه؟ خدت مني كوبايتين كريم شانتيه. اول كوبايه عملتها قسمتها نصين، قسمت الخليط بتاعي نصين، عملت نصه كاكاو ونصه ابيض. والطبقه الثالثه دي عملتها باللي هي الكوبايه التانية، وحطيت عليها اللون اللي هو اللبني اللي هو الازرق يعني. حطيت منه نقطه واحده اداني اللون ده. طبعا لو زودنا عن كده كل ما بنزود نقط كل ما بيغمق معايا، فطبعا عايزاه لونه لبني كده فحطيت نقطه واحده. وانت طبعا وانت بتضربي الالوان حاولي تحطي نقطه بسيطه وتجربي، لقيتيها مش قد كده يعني مش عاجبك اللون وعايزه تغمقي حطي نقطه كمان. زي ما انتم شايفين طبعا احنا بنجلس كده وبنشيل الزيادات ونشوف بقى الاماكن اللي اللي بيبقى فيها زي خرام بسيطه كده بنحاول نرجع عليها تاني بالكريم. انا جبت السكرابر كده اللي فيه بيبقى زي دورانات كده نص دايره، هو ده الرسمه دي بتدي الشكل ده. زي ما انتم شايفين كده بحاول برضه ازود كريمه علشان يديني الشكل مظبوط. وطبعا بفضل زي ما انتم شايفين الف كده في التورتيه بتاعتي لغايه ما تديني الشكل اللي انا عايزاه. طبعا في حتت كده الكريمه فيها خفيفه وفي اماكن زي ما انتم شايفين فيها خرام، فانا رجعت عدت عليها تاني وعملتها وظبطتها. وطبعا مسحت البورد ودخلتها التلاجة تشد شويه قبل ما يعني اشتغل. وبقيه الكريمه طبعا بصوا زي ما انتم شايفين ده اللون افتح شويه، يعني هو ده لبني فاتح وده لبني غامق يعني مش ده ابيض. وعملت زي برواز كده مربع وعملت حواليه روزتات عشان دي اللي هنكتب جواها. وزي ما انتم شايفين كده بالجناش شوكولاته مليت بقى الاماكن اللي جوه. بصوا انا كنت هعمل رسمه غير دي خالص 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 يعني. انا كنت هعمل برواز ده واحطه جوه جناش وهعمل حاجات تانية من بره. بس بصوا زي ما انتم شايفين كده الروزتات فيها زي فتحات كده فابتدى الشوكولاته تطلع من بره من الناحيه دي والناحيه دي، فطبعا اضطريت احط بقى جناش لان هي كده خلاص الرسمه بالنسبه لي اختلفت. فطبعا خدوا بالكم اللي يحب يعمل حاجه يحاول اللي هيعمل حاجه شبه كده يعني يحاول يزنق كده الروزتات جنب بعض بحيث ان هي ما تخليش الجناش يسيح او يسيل كده من جنبها فيبوظ لك الرسمه اللي انت اصلا كانت في دماغك. يعني كان في دماغي هعمل حاجه تانية غير كده خالص، فاضطريت طبعا لما الجناش ابتدى يطلع كده مني اضطريت ان انا اغير الشكل شويه. طبعا عملت هابي بيرث داي او القالب السيليكون بس بالحروف الصغيره. عملت هابي بيرث داي هي حروفها. بصوا اقول لكم على حاجه، لسه جايبه القالب ده جديد، كنت الاول بعمل بالحروف الكبيره كانت بصراحه بتهدر لي في الشوكولاته وبتاخد كميه شوكولاته مني كتير جدا. لكن اللي بصراحه ده لا ده حروفه صغننه ومش بياخد شوكولاته مني خالص يعني. وبقيه الشوكولاته طبعا بشرتها وحطيتها الناحيه التانية. طبعا ما كنتش عارفه ساعتها يعني انا هعمل ايه لان كان في دماغي حاجه واضطريت اعمل حاجه تانية. هي بصراحه صاحبه التورتيه ما كانتش يعني هي كانت قالت بس اكتبي هابي بيرث داي يوسف واعمليها لي لونها لبني ومقاس 30 في 40 ومش يعني ما اشترطتش حاجه معينه، المهم ان هي تبقى حاجه كويسه. فانا بصراحه صورتها لها والحمد لله عجبتها جدا. طبعا وانا عماله اقول هي طب هي ناقصها حاجه طب نحط ايه تاني، فرحت حاطه كده كريز في الثلاث جناب اللي هم دول، والناحيه التانية طبعا كنت حاطه قلب. ودي كانت التورتيه بتاعتي، يا رب يكون عجبتكم الفيديو كده تكونوا استفدتوا منه. والتورتيه دي طلعتها على 400 جنيه. ما تنسونيش في اللايك وشكرا لك.